قلت لهم ما تعرسوش بالراجل مطلق. اللي توانسه باش يحبوك لازم يسبوك برشا. سبير با كوم اون بيرسون. انا فكره والفكره ما تموتش. عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من بودكاست أجيال. اليوم معنا ضيف مميز برشا عنا الكل. كي نقول لكم اسكت يا لساني بشكون يعرفكم؟ معنا سي عزيز دايلي. عسلامة عزيز. عسلامة. شنو أحوالك؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله. شنو عامل في الحياة اليوم؟ والله صافا انا كما يقولوها نتحاربوا مع الحياة. احكي لي شوية على روحك، على يومياتك اليوم. والله اليوم الحقيقة جيتي اونوري ديتر بارمي فو باش نحكيو دو فاسون كيما انا عرفوني بها لأن جيتي كيلكان دو تري سبونتاني في السوشيال ميديا، لكن هنا زاد حتى في البودكاست باش نكون تري سبونتاني باش نحكيو من غير بواندويت وسورتو نطرقوا لبرشا مواضيع اللي تمس المجتمع نتاعنا خاصة هو هيك هو الكونتوني نتاعي هو اللي نعيشو في مجتمعنا. بي عزيز العقلية، احنا نحكيو على العقلية، نجحت تبدل شوية؟ والله انا حسب لي روتور نتاع العباد وحسب العباد كي يبعثوا لي بعض لي زيكسبيريونس نتاعهم، على خاطر انا نفسر لهم شويه الكونتوني نتاعي هما العباد، فانا نصنع المحتوى اللي يراو فيه في لي فيديو نتاعي والمواضيع اللي نطرق لهم في الفيديوهات نتاعي هما 70% منهم مواضيع تحكي لي يوميا في البريفي، فناخذ المواضيع هذيك ونطرحها بطريقتي الخاصه بنظرتي الخاصه، نحكي لي في قلب العباد، وهذا اللي بناه اسكت يا لساني، على خاطر ساعات كي واحد يمشي يخلي لسانه يحكي ساعات لسانك ينجم يهزك الهاويه معينه، اكيد بالطبيعه ساعات ينجم يكون مصدر مشاكل، لكن في اسكت يا لساني نتاعي انا في الانستغرام اسكت يا لساني في الجانب اللي نخليك تفيق به على وضعك، نخليك تفهم به اللي صاير حولك. هو شوف، هو يقولوا الكلام شهوه، انسان يحب يحكي برشا. اسكت يا لساني كيفاش جات؟ اسكت يا لساني والله هي كلمة أنا ديما نقولها الحقيقة، خاطر كما نقولوا بلي قلبي معبي أنا الحقيقة خليني ساكت، فهمت؟ دونك نبدا نرى عرفت ترى في العواجل تبدا تقول بلي خليني ساكت، بلي من غير ما نقعد أنا نحكي تو فك عليا. دو جي الكونسيبت هكا بشوي من الحاجات اللي نعيشوا فيهم في مجتمعنا ما شاء الله اليوميا نعيشوا حاجات جديدة الحقيقة، فما صراعات وعقلية وكل شيء. دونك هذه تخلقت الكلمة هذه اللي العباد بعد عملوا عليها جو ضحكوا عليها وليو حتى يستعملوها معناها في يومياتهم، حتى ساعات أنا في حياتي الشخصية معناتها نرى عباد يستعملوا كلماتي تضحكني الفازة تعجبك تحس روحك مؤثر بالحق. في بليزير عندي كوتي تأثير نجم نقولوا وي اي انسان طبعا تاثير ايجابي بيان سور، تاثير في الجانب الايجابي انا جو سوي تري اونوري دو فوار ان عباد دان سيغتان نيفو سوسيال دون سيغتان كاتيجوري تجي تقول لي راني ما نرقد كان ما نتفرج في لي فيديو نتاعك، راني نعشق طريقه تحديثك، راني نعشق كيفاش تطرح المواضيع هذيك اللي احنا من نبدا في قلبي الحكايه تبدا في وسط لساني انا ما نجمش نحكي فيها، فانت نلقاك حكيها ولا تقول لي انت تحكي لي في قلبي وكانك تحس بيا، يعني انت حققت جرأة بما انك انت معروف، حققت جرأة علنيه وليه نجم نحكي في مواضيع معينه كانت مواضيع ما نجموش نحكيوها هكا او ما نحبش نراوها او نلاحظ انه ساعات فما مواضيع نحب نخليها في القجار في البلاكار معناتها. ترى فما رغبه في التغيير في الاصلاح مستتره شويه اليوم؟ اي فما عبيد معناتها يبريفير تقول لك من غير ما نحاول باش نفهم هاكا انا عايشه هاكا. فما يقول نحبوا نعيشوا راقدين، شو رايك في الكلمه هذه؟ هي كلمه الحق عمرك ما تخليك تعيش، ما تخليكش تعيش، مستحيل انت تعيش وانت راقد، على خاطر كي تعيش وانت راقد برشا حاجات يصيروا قدامك وفما دي زوبورتونيتي يتعديو قدام عينيك وانت tu vas pas les saisir من بعد، على خاطر انت عايش اما ماكش عايش غيرمون معناها. عزيز انا ندخل معك، علاش احنا نحبوا نعيشوا راقدين؟ نسأل. والله ممكن بور ايفيتي المشاكل، ممكن بور ايفيتي تكسير الراس، ممكن بور ايفيتي انه العباد تركز معاك في ناحيه معينه، ولا الوغ كو هو راهو بور كومباتر توت هكا ان سبيسيمين ودي فينومين في المجتمعات لازم كسوف الكبير،
ولازمك تتمسك بافكارك، خاطر باش يجيو عبيد يخليوك تولي انسان اخي بانسان في القاره هذه معناها، وينعطوك بالصبع ويحطوك ابا ويحطوك في زاويه وحدك ويقولوا لك اللي انت وحش كاريمون، خاطر انت ماشي ضد التيار نتاعهم. دونك هاك علاش فما عباد تقول لك يفك عليا هاي باش نحكي امام سي هو ماهوش هكا وعنده التغيير ويحب يغير، لكن كي يرى العقليه الاجتماعيه هي اللي طاغيه فيقول لك هي فك عليا. احنا نقولوا انسان متعدد النسخ، وكل نسخه رهينه الانتوراج اللي هو عايش فيه. شنو رايك في الكلام هذا؟ والله صحيح، هي رهينه المجتمع اللي هو عايش فيه، خاطر هو حتى في وسط عائلتك هذيك هو مجتمع مصغر. انا نسميهم القبيله الحقيقه، العائلات والعمومات، فما تقاليد قديمه شويه. كي يقعدوا مثلا انت تبدا عندك حلمه باش تحلمها هكا وباش تبنيها في حياتك، يجيو يركبوا الكتاب ويسمعوا حلمتك بيان سور، وبعد يبداو بشوي بشوي يحشوه لك ويرجعوك يقول لك لا فاش تحكي، شنو هو هذا اللي تحكي فيه مش صحيح. اجي كل كيما يعطيك الصحه، كل كيما شفت كيفاش عملت، شفت بنت عمتك، شفت بنت خالتك، وبشوي بشوي يحبوك ترجع الدائرة هذيك اللي تقعد كلنا نتجاراو فيها. بعد 10 سنين تعلموا نشكيو، شوفوا برشا حالات وليو نشكيو، وتلقى روحك عايش حياتك ما اخترتهاش وما تحبهاش، تعيش في صراع دائم من بعدها. لكنك تعبد كنجاح المقارنه في الاخر، تعبد انك انت عزيز كيما فلان. فكره نعبدوها بالحق، هذيك علاش احنا حكينا كيما قلت انت قبيله، فما افكار احنا نعبدو فيها كيما المقارنه، عزيز كيما فلان، ملاك كيما فلانه. ليه المقارنة أكثر حاجة بالحق حتى من الصغار، معناتها أنت كان في مخك كي قارنت صغيرك بعاب صغير آخر كان باش تشجعه، بالعكس أنت قاعد تحطم له في شخصيته، أنت قاعد تحطه في كاس. فوالا دونك أنا الحقيقة علاش فما فيديو حكيت فيها مهمة برشا، قلت لهم معناتها ما تجيبوش صغار الحقيقة من الآخر، ما تجيبوش الصغار ونعاود نقولها ما تجيبوش الصغار وانتوما ناس ما داويتوش جروحكم. يعطيك الصحة. وانتوما ناس تحبوا صغاركم اللي عملتوه خايب في حياتكم، تحبوا صغاركم يصلحوا في بلاصتكم، تحبوا صغاركم يعيشوا حياتكم في بلاصتكم. برشا حاجات فهمت. دونك راهو جيبين صغار وانك تجيب صغير مسؤوليه كبيره، وماهيش جوست هاني جبت صغير كيما فلانه انا باش نعقب على كيما فلتينا. انا نرى اللي فما برشا من لي جون اليوم فما امراض نفسيه، فما برشا امراض نفسيه مستتره ودي دوغري درجات معينه، فما اللي شويه، فما اللي برشا، مريض ياسر بالمقارنه، مريض ياسر ما عندوش ثقه في النفس، مريض ياسر بالخوف. اذا كان انت ما تداويش الامراض هذه النفسيه اللي عندك ما تجيبش صغار، انا معك على الاخر، على خاطر انت بعد 10 سنين انت ديجا جبت نسخه اخرى من المرض اللي هو عندك. اكزاكتومون. ومن بعد هذاك باش يولي ينقم على المجتمع وينقم عليك انت، وهو ما اختارش الحياه هذيا، ولا زاد اللي يجيبوا صغير. وقلتها وريت معناتها برشا تفاعل نتاع عباد اللي ممكن ما فهموش كلامي او حسوا لي انا ما كانش لازم نحكي، ما كانتش تقولها تمس من القبيله. كي قلت ما تجيبوش صغار وانتم ما عندكمش فلوس، سي تري امبورطون. ما تجيبوش صغار وانتم ما عندكمش فلوس، ما تجيبوش صغار وانتم اخر الشهر ديجا مخنوقين. شنو باش تعيشوا صغير هذاك؟ فاش باش تعيشوا صغير هذاك؟ معناتها عباره انت تظلم في روحك وتظلم في الصغير هذاك معاك. ليه الصغير يجيب رزقه؟ اما هذيك كلها معتقدات ديجا انتم قعدتوا عايشين فيها وقعدتوا في الوهم هذاك. تحب تحقق رغبه فرديه لك انت، رغبه فرديه لك انت. كان تحب نجيب الصغير والصغير يجيب رزقه، لكن نهار اخر باش يكرهك، رغبته هو باش تقتله. لا ريالمون انت قاعد تحقق في رغبتك انت اون بروميير ليو، والصغير هذاك باش يخدمك انت. معناتها عباره انك انت ماكش جايب صغير ورغبته باش تتحسن بقدراتك انت جايب اسكلاف باش يخدمك من بعد. لوبجيكتيف نتاعك انه الاسكلاف هذاك من بعد لازم يكون اسكلاف دو تا في. معناتها كي تكبر لازم يلهي بيك، لازم هذاك يقيم بيك وكل شيء، خاطر انت ما نجمش تقيم بروحك. فهمت؟ معناتها فما برشا حاجات غلطه نشوف فيها، ونظره غلطه للعائله المقدسه. وانا برمي العباد اللي قلت راهو الام والبو ينجموا يغلطوا، ونظرتكم للعائله المقدسه راهي تنجم ما تكونش نظره صحيحه.
خاطر نجموا نلوموا على الام، نجموا نلوموا على البو، وهذه حاجه ريتها ماهيش قاعده تصير. فهمت؟ ديما هكا نلوموا على الصغير، ديما المشاكل. لا انا مانيش مع الفكره هذه. فما والدين يغلطوا كيما قلت لك، فما امراض نفسيه ساعات، فما والدين مم انا حتى نعرفهم على الصعيد الشخصي كي تتعمق معهم وتعرفهم بالكدا تلقاهم هما بيدهم يخوفوا انهم يقعدوا مع صغار، ياسر يقارب ياسر يخوف. فما مم منحرفين نرجسيين مم مع بعضهم يخوفوا كي يقعدوا مع صغارهم يباسيو في دي ميساج بالحق ما همش باهيين. فما ناس تقول لك كيفاش والدين عيب، انسان وانسان خطا يغلط يعطيك الصحه. ورانا ما نتولدوش والدين، اما نتعلموا ان نكونوا والدين، وذي نقطة نسطر عليها ويا ريت يعاودوا يسمعوها. رانا ما نتولدوش والدين اما نتعلموا باش نكونوا والدين. فانت كي ما تصلحش ديجا اخطاء الماضي نتاعك وما تصلحش النفسية نتاعك من داخل، ما تنجمش تكون بو وام من بعد. وانا برمي العباد اللي حكيت على الام السامة والبو النرجسي، وي ينجم يكون فما ام سامه، وي نجم تكون الام هذيك تحط محيط صغيرها، وي من غير ما هي تشلق، من غير ما هي تعرف، هذيك الصحيح تربيت عليها. نجم تكون المالور نتاع بنتها السبب فيه هي الام هذيك. فهمت؟ دوك فما حاجات انا نحكي فيهم هما صايرين ونعيشوا فيهم يوميا ونراو فيهم، اما ما نحبوش نحكيو عليهم. فكي نحكيهم انا كيفاش تحكي هكا؟ شوف هو ساعات يدخل ميم حتى سامحني معناها في اخلاقك، كيفاش تحكي على العائله اخلاقيا عيب ما يجيش. مي كمان فما عائلات ما تعرفش توحيد صغارها. عزيز باش نقول لك حاجه زياده، راهو القوه النفسيه نتاع الشخص ماشيه وتقل. كنت تلاحظ مش كيما انسان عام 2000 عام 1990 ميم عام 2010 كيما الجون اليوم عام 2025 ايمانيا والثقة في النفس ماشية وتقل، القوة متاع الشخص ماشية وتقل، انه نجم يستهلك برشا افكار ويقعد يعيش ضعيف 10 و20 سنة اخرين. احنا تربينا على مرادفات واخلاقيات خلينا نقولوا تنجم تكون غلطة. كما قلت انت ام سامة اب نرجسي، شكون باش يعرف هذه ام سامة ولا هذا اب نرجسي؟ احنا ما نتكلموش في الموضوع. استهلكوا اكا وعائلتك بوك وامك حبهم احترمهم واقف غادي. شنو رايك؟ اكزاكتومون سا سي فري. وانا علاش ديما نقول ما تربيوش صغاركم بنفس التربيه اللي تربيتوا بها انتوما، خاطر الاجيال تبدلت والعالم تبدل والوقت تبدل والدنيا تقدمت والسوشيال ميديا والاكسي فاسيل على الانفورماسيون. توا صغيرك في بلاصه ما تخاف من الحاجه اللي قاعد يتفرج فيها، احكي له عن المخاطر نتاعها، احكي معاه، تقرب منه. خاطر كان مش انت باش تقرب منه، فما عباد البرا باش تقربوا من صغيرك. دوم بعد يجوني ميساجات نتاع بنتي ما عادش تحكي معايا جمله، ولدي ما عادش حال الباب النقاش وانت حالت باب النقاش مع قبل جمله كي نكزيستي ميم با. وتوا تطلب الحاجه هذه صغيرك راه لازمك توحيته، تعرف كيفاش تحكي معاه، كيفاش تتقرب منه، تتقرب من عالمه. صغير مش عدد كيما احنا ربينا ديما في الكارنيات باش نقول لك ديما مشكله تصير وديما يهبطوا المعلمين راهو ما يجيش مش مات وجغرافيا وما نعرفش. يعطيك الصحه. صغير هو عالم كامل، هو فن، هو برشا حاجات، برشا مجالات. نجم صغيري ما ينجحش في مجال معين لكن ينجح في مجالات اخرى. اذا خلينا نشوف شنو المجالات. ما نجحش نقطه نقف غادي فاشل ده شنو بعد نقول هي واش بيه ما حاولش من بعد ينجح. انت ديجا حطمت الصغير هذاك كيفاش ما تنجحش في هذا ما تكملش. هذا هو طريق النجاح. ما نجحش بوان، ما نجحش لا وجع علاش ما نجحش. شوف شنو الحاجات اللي نجم ينجح فيها وغيرها. نجم نكتشف في صغيري مواهب اخرى فهمت تكون خير برشا. دونك c'est important c'est tout un monde. Et ce que je suis en train de voir في السوسيتي نتاعنا وفي الحاجات اللي نعيشوهم يوميا قاعد نحكي فيه في السوشيال ميديا. معناتها نحس اللي انا الكونتوني نتاعي كيما كان جورنال تيان فما جديد هنا كي يحل عبد الفيديو نتاعي ولا لي ستوري نتاعي وكلامي يسمع وكل شيء يحس انا عندي تيان هاو الراجل كبير. نقول لهم راجل كبير، انا راجل كبير عندي العصاب فما حاجات كي نراهم راني ما نجمش نسكت عليهم. انت قداش عمرك اليوم؟ انا 27 سنه. 27 سنه. موضوع العائله نتاع واحد كبير شوي. شنو برشا مواضيع نتاع عائله كبير. انا ساعات كي نطرح نقول عمري 27 سنه. 27 سنه كيفاش تعرف هذا كله؟ ليه كيفاش تحكي هكا؟ كيفاش عقليتك هكا؟ واو ترى شنو انت ما تقدرش تحكي على العائله. انت عندك عائله، انت معرس، انت ماكش معرس، علاش تحكي على العرس؟
انا لازمني نعيش التجربه الخايبه باش انا نحكي عليها. انا ما عشتش التجربه كل شيء الخايبة. محلول قدامنا نجموا نحكموا يعني. اما انا نحكي معكم يوميا خاطر التونسي مش مسموع. علاش العباد تحكي لي؟ علاش العباد ولات تلوج على جوست اون فوا عبد هكا سمعها شويه تفرت له فرتها الكل وتحكي له كل شيء خاطر مش مسموعه. فما كبت فما طريقه اللي احنا ما نعرفوش نسمعوا بها غيرنا وما نعرفوش نحترموا بها غيرنا. انا كي نجي نحكي لك وجهتي اليوم تجي تقول لي مالا كنشوف هنا تاف تبدا تحكي لك. بان الحاجه اللي احنا ما نعرفوهاش انه العبد ما وصل فتح لك قلبه الا ما عطاك ثقه. بيان سور ما تجيش انت تستصغر وجيعه العبد خاطر انت كل واحد وربي شنو مكتب له وكل عبد وشنو القدره اللي يتحملها العبد هذيك. فنتعلموا نسمعوا بعضنا. انا نسمع من غير جوجمون. انا العكس بيني وبين العباد الاخرين معناتها في مجتمعاتنا في حياتنا اليوميه معناتها ساعات حتى بين الاصحاب وكل شيء ديما فما جوجمون. تبدا تجي باش تحكي كل شيء بعد تلقى حكايتك عن الغير وبعد تلقاك انت توي جوجي ومنعوطه بالصبا وهذيك هي هكا على خاطر هكا وسمعت عليها شنو حكيت لي. دونك فهمت لازم قلة احترام كمان مشاكل الناس. نتعلموا نسمعوا بعضنا سي امبورطون باش نجموا نصلحوا من روحنا من بعضنا ولا نستفيد. انا راهو نحس روحي كبرت قبل وقتي بحكايات العباد وبخلاف الكفوف اللي عشنا في حياتي. كلنا نعيشوا كفوف. اما باش نقول لك حاجه شوف انا نؤمن اذا كان لقيت شخص في الدنيا هذه صديق او اي حاجه قادر انه يضخم تفاهتك اتفه مشكله عنده قل والله انا ابره وجعتني يقول لك يا والله عندك الحق اسم الله عليك وريني كبش فيه. اختر هذاك يرى فيك حاجه كبيره. اللي يوجعك يوجعوا برشا واللي يفرحك يفرحوا برشا زاد. وهذاك هو مفهوم الصديقه معناتها انت صديقي اليوم وقت اللي انا ما زلت ما حكيت حتى شيء وانت ديجا تحس بيا تحس بالحاجه اللي انا نحس بها وتقول لي من نبره صوتي وقت يسالني يقول لي انت لاباس ونقول له لاباس يقول لك لا ماكش لاباس لا ماكش سافا صوتك لا انا نعرف. فهذوكم هما الاشخاص اللي وليو عملنا نادره تو في وقتنا هذه وقليل وين تلقى عبد بالرسمي قاعد يسمع فيك خاطر علاش والله نلاحظ خاطر العباد ديما ولات تتلوج على ارواح انانيه. فما نوع من الانانيه فما نوع من الوقت وباش نضيع وقتي معاك ودرا شنو وفك عليا وعندي ما نعمل ودرا شنو سكيفيك ما عادش تسمع بعضها ما عادش تقعد مع بعضها ما عادش تعطي وقت لبعضها كلهم السوشيال ميديا. نبعث لك ميساج وكهوا سافا يقول لي سافا انا سافا هذيك اللي في الميسنجر ما نحسهاش معناتها نحب العبد قدامي كي نسالك سافا وقتها باش نعرف انا كي سالتها لك في ميسنجر جوست هكا ماهيش قتلت السوشيال ميديا العلاقات كمان قربت ما بعدت برشا زي فما جاي السهوله نتاع اني نتواصل معاك صفيت زيدا قتلت صفيت السوشيال ميديا صفيت خاطر انا توا ما تنشوف انا فما عباد يعزوا عليا برشا ما نجمش وعمري ما حكيت معاهم في الانستغرام. فما عباد يعزوا عليا برشا وعمري ما بعثت لهم ميساج على الانستغرام تالمون ديما نراهم في الدنيا مستحيل نبعث لهم ميساج على الانستغرام ومين با هما امي معايا اصلا في الانستغرام محافظين على التواصل ماديا يعني نحبوا ديما نراو بعضنا نحبوا ديما قهوه مع بعضنا نحبوا ديما نضحكوا من غير وندوات. محليهم الناس هذو والله هذوكم الناس الاصليين هذوكم الناس الصحاح نفرح برشا نسمع حاجات هكا والله انا ما نجمش عباد نقعد نلبس معاك وندوات لازم نبيلي وشنو نحكي. لكن بيان سور هاني قلت لك شخصيه العبد سا ديفير بيان سور تصرفاتي سا ديفير معاك من سيتوياسيون معناتها بيان سور مش كيما في السيتوياسيون بروفيسيونيل كيما في الاميكال كيما في فامي وكل والانستغرام المشاكل اللي تسمعهم برشا حسك اللي انت بو برشا عباد على الاخر حسيت روحي كبرت بالرسمي حسيت روحي راجل كبير بالحق تلمو مشاكل نراهم نسمعهم يحكيوا لي ونحسهم ما يقلقك شويه والله ليه هاني قلت لك خاطر هما سي مون كونتوني ما العباد يقولوا لي نجيب فيه الكلام نجيب فيه المواضيع يا ناس المواضيع اللي نجيب فيها كلها من المساجات نتاعكم مساجات تاع بنيتي انا نسميهم انا ما عنديش فريق فولورز انا بنيتي انا خاطر النسبه الكبيره هما الناس اللي يتبعوا فيا ما شاء الله هما اكثر عباد يحكيوا ويتكلموا وليفرو فيغ
كيف فما ولاد راهو توا وليت والله فما رجال يبعثوا لي حاجات يقول لي والله وعيني على نقطة معينة والله بديت نفهم أكثر برتي أتخافيغ الحاجة اللي حكيتها ça me fait plaisir c'est un honneur pour moi أما هذوما رجال يكتبوا لك في البريفي ميساج ما يكتبوش كومنتات تشوف كان لي كومنتير نيجاتيف وكل شيء mais il y a pas que ça والله il y a beaucoup de positivité و il y a beaucoup de personnes اللي يقولوا لي والله برت لي على قلبي ديما ساعة الكلمة هي برت لي على قلبي هي كمل اي هاد في الشارع يقولوا هي ركها دونك انا حل الباب للصراحة انت في الانستغرام تاعك لي فيديو تاعك الباب انت تناقش وتتعارك ومشكلة راها كبيرة تكلم عليها ما تحشمش هذا هو الكونتوني نتاع عزيز خاطر ça fait partie de mon caractère انا كاركتيري هكا انا جريء الثور الثوريين بركين يعبروا برشا نعبروا اي وكي حاجه ما تعجبنيش ما نجموش نمسكي ما عجبنيش تخرج تكتب نحاول راني وليت حتى نحاول بلي علموني كيفاش نمسكي بلي علموني كيفاش نجوجو ليبوكريت ما نجمش انا زاد نراها صعيبه ليه انسان يستانس انه يكون هو ما ينجمش يمسكي ما حملتكش ما تنجمش حتى كان انت قاعد تحاول وجهك يضحك عينيك تضحك ما تنجمش انا نحبك ما نحبكش انسان يبدا كيما هو صعيب عليه ياسر انه يتعلم يمسكي ما ينجمش اكزاكتومون بالحق قد ما هو صريح مع روحه ومتصالح مع روحه ايه نحب هكا ما نحبش هكا وراهو سا برون دو طون باش تولي تعرف روحك انت بالضبط شنو تحب وشنو ما تحبش ما تنسقش للتاثير بتاع التيار وبرشا حاجات معناتها بون الشخص اللي عليه توا انا ماهوش اللي قبل بيان سور je suis pas la même personne خاطر انا قبل كنت quelqu'un de très timide ما نجمش نوصل العبد في عيني امبوسيبل انا ديجا العبيد القراء يعرفوا انه انا كيفاش كنت اصلا فما عبيد يراني من الكوليج واو عزيز هذا انت اللي قريت معايا في الكوليج قلت هي انا هو خاطر كنت كلكم اللي يقعد في اخر طاوله ما عنديش صحاب ما نجمش نكون علاقات ما نجمش نحكي مع بيت ما نعرفهمش مستحيل نحمار نتلكل وتقول لي حاجه نسكت توا سي تو ان طرافاي اللي عملته على نفسي على ذاتي السوشيال ميديا عاوني برشا c'était un peu ma thérapie à part اللي هو création de contenu ou passion pour moi و ça fait partie de mon parcours اللي ما يعرفوش العباد اللي نعمل ماستر ماركتينغ ديجيتال خلينا نحكيو ما يصيرش برشا عباد عندك ما يعرفوش انت شنو قاري بالضبط ما تبارتاجيش والله بارتاجيت في البريود اللي انا عملت فيها البي اف ام تي بارتاجيت هكا جوي هكا في الفاك اما راني في الدنيا جو سي تري سيريو بالحق ما تعقلنيش راني في الدنيا تو في الانستغرام فيسبوك يلسين ونتكلم برشا شنو ساعات يقابلني في الدنيا هك سيريو وي بيان سور مي كل حاجه و بيان سور كل مقام خاطر يضحكوني معناتها هما في مخهم اللي انا معناتها مثلا باش نكون كيما في الانستغرام كيما في الفاك مثلا نبدا نسيح ونعيط ونحكي ونعمل ديبالي معناتها في الفاك نبدا نقرا ونركز في قرايتي وركزت في الماستر نتاعي والحمد لله معناتها عملت بي اف نتاعي وكل شيء دونك السوشيال ميديا هو اغرام وقرايه وتعمقت فيه خاطر نحب نفهم خاطر توا بزنس سي لو فيوتور السوشيال ميديا توا برشا دي بروجي محلولين في لي ريزو سوسيو توا العبد باش يتعرف لازم عنده كونت انستغرام وفيسبوك ما تقوليش التلفزيون ما عادش هذيك ليدونتيتي نتاعك اليوم راه فوالا ريزو سوسيو هي ليدونتيتي نتاعك سواء انت ولا البروجي نتاعك هذيك اللي تسوق بها روحك وتعرف بها ثيرابي معناتها انا كون جو كونسيدير ازارودي اللي ثيرابي غرا وقرايه خاطر هو ça fait partie du côté digital انا خاطر تخصصت في الكوتي ديجيتال دونك ça fait partie معناتها c'est un peu de la psychologie aussi من عزيز اللي كان عنده خلينا نقولوا احنا نقولوا لها الرهاب الاجتماعي وكان يحشم برشا العزيز اللي يقرا دي كومونتير خايبين كيفاش خدمه كبيره كيفاش وصلت التصالح مع النفس مع النيجاتيفيتي تاع الناس وجافو راني من الاول ما كنتش كلي معناتها نرى الكومونتير نيجاتيف ما لا جاو هاو كتب لي كون لي
قبل كنت واو علاش كتب لي هكا، نبدا ندخل في الدوامه، علاش سابني العبد هذا، علاش الانسان هذايا قالت لي كلام هكا، وراه فما كلام راه يوجع راه بالحق هما جست باش تكتب كومنتير وتتعدى. احنا مجتمع ما يعرفش يرفض. تمشي تكتب لك كومنتير كيما واحدة مرة خلينا نعطي فما كومنتير أثر فيا. أنا لتو نتفكروا وقت عندي 5000 أبوني مازال كي طالع جديد وكل شيء، وأنا جو سي كيلكان دو تري سبونتاني، نصور معناتها هكا الجو الغناء الموسيقى كل شيء. واحدة كتبت لي إن شاء الله تموت لطف من غير حتى سبب، ما تعرفكش، لا نعرفها لا تعرفني لا من بعيد لا من أسكيسيون من قريب، ما مستحيل نعرفها بذاك، ما نعرفيش. أثر فيا وجعني، وصلت حتى حبيت نوقف الانستغرام. كلمت يونامي وقتها خاطر هذا اكثر من هذا الانسان حاقد معناها ما تعرفش معناتها سي بون معناتها الاكستريم. كلمت يونامي وقتها قلت لها معناتها انا باش ندخل في عالم كيما هكا راهو بالحق، خاطر راهو دخولي زاد ستي اترافير يونامي. وقتها قالت لي كان تبع اكثر انستغرام والسوشيال ميديا اكثر مني انا، قالت لي عزيز عندك لسان ادخل على جرب، ويجا نجربوا الحاجه هذه وجربناها ولا هكا سيتي سبونتاني. فانا وقتها كلمتها قلت لها اسمع راني انا ما عادش نجم العالم هذا وما نجمش مع عباد كيما هكا ودرا شنو قعدنا وحكينا وبشويه من بعد فهمت اللي التوانسه باش يحبوك لازم يسبوك برشا باش ينجموا من بعد يحبوك. يظل اكثر واحده تنجم تكونفيرمي الكلام تاعي هي مريم دباغ. خاطر مريم دباغ كانوا يسبوا فيها توا اللي يحبوا فيها وين بالحق بعد فهمت سي توت لكن ما فهمش علاش باش تسب. هو راهو معناتها العبد المتوازن والعبد اللي عايش في تصالح مع ذاته وباهي في حياته مش باش يسب عبد، باش يناقش. والنقاش اجي نفتحوا درس عن النقاش. يا توانسه راك كي تسب الام موش نقاش، كي تسب البو موش نقاش، كي تجي العبد تقول له ان شاء الله تموت موش نقاش. بار كونتر كي تشد فكره قالها عبد وتحاول انك انت تقول شنو ما لي بوين ا كوريجي، انا نسكت، انا ما نجمش نجاوبك هنا، نسكت ونسمعك. وانا اكثر انسان راني لي كومونتير نقراهم ونجاوب ونتفاعل مع العباد اللي تعرف تحكي تعرف تتناقش. وفما دي زابوني تبعوني من 2018 ولتوا مازالوا موجودين، هذوكم كي يكتبوا لي كومونتير تقول لي مثلا فما سوجي ما كانش حكيت فيه هكا نمشي نبعث له اي كيفاش كان حكيت فيه اي علاش خاطر هما يعرفوني اكثر وحود. معناتها كان راهو حاجه هكا حاجه ما كانش حكيت فيها ولا غلطه من ناحيه معينه راهم يفهموا فاهمين خاطر ذوكم يعرفوني بالكدا. دونك النقاش راهو حاجه والسبين حاجه اخرى. هو في الكونتوني نتاع ديفلوبمون بيرسونيل خلينا نقولوا كيما انت مثلا في لي فيديو لعبت الانستغرام بصفه عامه لي ريزو سوسيو بصفه عامه، فما ناس مركزه اكثر على الشخص نفسه اكثر ما هي مركزه على شنو يقدم. ماهيش ياسر خلينا نقولوا ما فماش معقوليه فوالا ما فماش افهمني انا شنو نحكي شنو فيديوهاتي انا شنو نحب نوصل شنو الكونسيبت نتاع الانستغرام نتاعي ويجا نتناقشوا. اما ما تكرهنيش انت ما تعرفنيش انا شكون. الناس ديما مركزه على شخصك انت اكثر من انك انت شنو تقدم. موجوده العباد اكزاكتومون فالعباد من لبستك من غزلتك من قاعدتك من كلامك جوجمون يسون دون جوجمون. وكل جوجمون يقولوا فيه كل كلمه يقولوا فيها هي عقده في نفس الشخص هذايا اللي قاعد يكتب في الكومنتير هذيك. خاطر راهو الحاجه الخايبه اللي خرجها فيك هي ديجا فيحب يتخلص منها. خاطر انت ما تعرفيش طريقته الخاصه باش يتخلص منها هو كي يكتب لك كومنتير نخي بلبستك مثلا، وانت كي تجي تشوفوا الشخص تلقاه ما يعرفش كيف يجيبها تلقاه il y a le miroir معناتها tu peux te regarder dans le miroir avant de m'écrire des commentaires هذيك فهمت. دونك بعد بديت نفهم انا هذه الحاجه فهمتها بعد سنوات تصالحت مع الرفض بتاع الناس تصالحت مع بعد سنوات من السبت فهمت الحاجه هذه فهمت. خاطر بون ابخي زاد راني قعدت مع عباد في السوشيال ميديا اقدم مني وريتهم وراوني لي كومنتير اللي يوصلوا لهم قلت واو. وقعدنا نتنافسوا شكون اكثر سبين جاي قلنا واو ليه واو علاش هكا بالحق فما نقمة فما غش
فما حاجة يراك مختلف فيها، هو كان يحب يوصل لها أما أنت وصلت لها قبله وخير منه. تعلم مني. فوالا هو في بلاصة ما تعلم مني هو يسب. فهمت؟ يرى فما حاجات مش ماشية في حياته فيسبك. فصلحها. لا يسبك أنت باش يخرج، أنا قلت لي باش يخرج الصراع اللي فيه. هذا علاش المجتمع ما تقدمش. ونحب نقول لكل عبد ما يحب ناوي على السوشيال ميديا وباش يدخل العالم هذا حضر وقت للسب. حضر وقت للسب أكيد. نصيحة من أسكت يا لساني، حضر روحك للسب. مزيانة النصيحة. أقرأ السبة اسكت يا لساني، وأنت عاد قرارك الشخصي كان باش تجاوب كان باش تشكي بيه على خاطر السب راهو وقدك باش تشكي عنده حدود. اي بيان سور كيما قلت انت باش تهز ملفات. فوالا ملفات هذيك، اما كان عندك سوفل بازي والله يعطيهم الصحة العباد اللي ينجموا. لكن شوف ما تخليش كلامهم يمثلك ولا يحدد لك حياتك بيان سور بالطبيعة، خاطر من يسب ولا اللي يقول لك انت فاشل ولا انت بيك وعليك وكل راه ما وصل قال لك هكا لما راك فيك حاجه هو ما نجمش يوصل لها. انا نؤمن ممكن ما فماش عبد يسب والا يقلل من عبد هو ديجا اقل منه. اذا كان يوصل الانسان صرف وقته في انه يكتب كومنتي خايب لشخص ويسبه في ذاته في شخصيته في لبسته كهو حس هو خير منه، ما نسبوش احنا اللي اقل منه خاطر بطبيعته هو اقل منا، لكن ديما نهاجموا اللي اقوى منا. اكزاكتومون. انا مره في فيسبوك وقتها واحد قال لي انت تخرج لي برشا في الفيسبوك فبرتيت فهمت خاطر انا نخرج له برشا معناتها انا ما طالب شيء، معناتها انا ما فهمتش انا نخرج له في تليفونه معناتها اسكو انا سرق له تليفونه وسرق له الانترنت معناتها فهمت خاطر انا نخرج له برشا خاطر انا عندي فيزيبيليتي خاطر انا كي نحكي حاجه توصل، هو كي يحكي حاجه حتى في عائلته ما يسمعوش، هم ابوه ما يسمعوش كي يتكلم في فهمت معناتها هذوما ناس يراو فيك الحاجه هما ما نجموش يعملوها. لكن ثم نسبة كبيرة عزيز مش مسموعة، ثم نسبة كبيرة من الشباب مش مسموعة، نحب ولا نكره العجزة في القبيلة اجتماعيا يحكموا ياسر، فمش موجود ياسر عزيز، هذاك علاش نهاجموا عزيز خاطر عزيز طفرة طلع. اي يمثل زيادة فئة كبيرة موجودة في مجتمعنا. فما اسكت يا لساني برشا تو نوتامون العباد اللي تبع فيهم برشا من اسكت يا لساني. انا كي نبدا نقرا ميساجاتهم نشوف في عباد نقول واو يا عم خويتي هذو مش ما نكذبش كي سميتهم بناتي خاطر فيهم حاجات مني، فيهم حاجات من افكاري، فيهم حاجات عباد مأمنيني. انا توا كون جو مو كونسيدير في الانستغرام جو مو كونسيدير با كوم اون بيرسون، انا فكره والفكره ما تموتش، الفكره عمرها ما تموت معناتها حتى كان يمشي الكونت كانوا عباد يبداو يبيراتيو فيك ويحبوا يطيروا بعد السب مرحلة ما بعد السب. اي فما اي حق مرحله اخرى باللي خلينا نحكي لهم هي مرحله معناتها يحاولوا باش يطيروا لك الكونت كي ما يلقاوش كيفاش يسكتوه هالعبد هذا انا معناتها حتى كي تطير الكونت انا فكره ما تموتش الفكره نتاعي موجوده في كل شخص فهمت يامن بها يعني فما وجوه كبير لازالو ديلي صار لي كيما اي مؤثر لا فما هو الهجومات هذوما الالكترونيه ولا شي يسميوهم معناتها صايرين مع برشا مؤثرين فما برشا عباد كبار لي كونت كبار تلقاهم جور لوندومان طاروا. وانا صارت لي معناتها حتى في الصيف مره وقتها كنت قاعده على الانستغرام تاعي تك قال لي تو انفان لي ريغل انا ريغل كنت متكي انا ريغل لقى روحي الكونت طار من بعد فهمت اللي هما سينيالي وطيبوا الكونت كل شيء عاد رجع فهمت والفكره ما تموتش واحنا نعمل الكونتوني واحنا عمل حاجه اللي ما يفهموش العباد اللي احنا عملنا الانستغرام هذاك مش الانستغرام عملنا نوتامون انا افكاري دنيتي انا عزيز اللي يعرفوه الناس انا عملته انا الشخصيه هذيك اللي تتبعوا فيها انا عملتها دونك كي نعاود كونت اخر نعرف اللي العباد اللي تحبني باش تجيني مقابله لك هو كل انسان يسب فما 20 يحبوك انا كنت ماكش مسيطر يعني راهو على العام بريفي انا خاطر نحب ناسي نحب العباد اللي تشبه لي فهمت نحب نقعد كده مع ناسي كان نلقى نزيد نقص انا بالعكس ما العباد تتلوج باش تزيد في النور انا نحب ماذا تزيد النقص نحب كاليتي معينه وصلت للنضج في السوشيال ميديا نحب مع ناس نرتاح لها وترتاح تقبلني ونقبلها اكزاكتومون حتى كي نبدا قاعد ساعات انا خاطر عندي زاده نحب نعمل قهوه وحدي ساعات نحب نرحب نبدا قاعد
قاعد وحدي نعمل في قيوتي نتفرج في المجتمع زي حتى كي تعمل قهوة تقراو تعيش برشا صناعة محتوى الحقيقة تشوف البول يوصل في بنته كيفاش يبدا يغزل في التليفون وتشوف المرأة اللي تعارك في جارتها في درا شنو نبدا نتفرج راني مركز مع العباد الكل اللي موجودين حولي فساعات والله كي نبدا قاعد وحدي في القهوة تعقلني واحدة من الانستغرام تجي تقعد تحكي معي وانا عندي يجا مرحبا ونحس روحي نعرفهم ونبدا نقول اي انت تعمل في حياتك كي جا احكي لي كل تلقى افوكات عامله ميديسين تلقى حتى دي زيتيديون سا في بليزير محليهم العباد مؤمنين بافكارك اللي وانا سا في بليزير جو سوي اونوري تقول لي انا فرحان اللي جبتي انا فرحان اكثر انا نتشرف اللي انت تتبع فيا محليك عزيز بالحق انا هكا هش قلت لها مين هش قالت لي كيفاش هيك قالت قلت لها مين هش اي ولا حطت لي زرافه شبه الزرافه طويله حلوه بيخافوا من ارباع الحيوانات يخافوا منك متابعينك والله ليه مش يخافوا مني ما ممكن فما عباد ما يحبوش يشوفوا الواقع فيخافوا من الواقع هما هاك علاش به اكثر فيديو عمل لك مشكل شكون نحكيوش على نحكيو على هاش لما بكري فسالك عليه هاش علاش هاش بالضبط حسيت خاطر موبيلك تغزل الماريو عجبتني فاست هاش بي اون فيت هاش هذايا هو الساعه نحكي على الباج اللي اسمها ليك الباج ليك هي البيبي نتاع ازارو دايلي جديد اللي نتوما parmi les premiers اللي نتوما باش تسمعوا بها حكيت لي بروجي مازلت ما هو سي ان سمول بزنس هي حلمه صغيره حلمتها مع الكوليج نتاعي وبنيناها بشويه وان شاء الله مع العباد اللي تحب احنا الكونسيبت نتاعنا شنو هو انا باسكو نبرد على قلوب التوانسه ونحكي اللي في قلب العبد وكل شيء هذه المريول يحكي يتكلم في بلاستيك فما ميساج فوالا فانت تنجم توصل الميساج حتى بمريول انت لابسه هاش هو شويه رفض قلت لها هاش قالت لي مين هاش حطت لي زرافه قلت هي رافضه الزرافه اما زرافه حلوه ولا تتراند فهمت وزيد باش يكون فما مريول اسكوتيال سيني فما حاجات من الكونسيبت نتاع ازارو دايلي دونك ديجا كي باش يدخلوا على الباج يلقاو كل شيء اسكوتيال سيني نسيت يقول لك حاجه مش عاجبك تقولوا هكا اسكت فوالا انا قلت لهم مادامني ديما نقول فيها برك خلينا نلبسها انا العقليه لابسها بطبيعتي من المليان صغير لابسها عقليه اسكوتيان سيني فخلي العباد تلبسها زاده معايا العباد اللي تشبه لي العباد اللي بارتاج تبرد شويه على القلب اسكوتيان سيني فوالا تبرد شويه على القلب حتى كنت انا رافضه اغزل المريولي بورتون في لي كومونتير يقولوا لي انت لسانك بالذات ما لازموش يسكت خاطر يحكي في الواقع يجيني لي كومونتير هكا يضحكوني الحقيقه ايوه فوالا انا نحاول ما تحسيش مسؤوليه ساعات مسؤولية فما جانب من المسؤولية بالحق خاطر أنت ساعات تحكي موضوع تقول هذا الموضوع ديما الناس تحكي فيه في القهاوي في دنيتهم وكل شيء معناتها باش يأثر كي تحكي أنت يأثر ويقلب الدنيا كيما برشا فيديوهات أنا حكيت فيهم قلبوا الدنيا معناتها جي فو لامباكت معناتها جي فو لي رياكسيون جي فو فما اغريسيفيتي فما ناس ما فهموش ما برشا ناس ما تفهمش صحيح دايوغ في الكونسيبت تاع لي فيديو نتاعي فما حاجه مهمه راه لي فيديو نتاعي عمرك ما تفهمها من الاول مستحيل معناتها كي تحل فيديو في لي سكوند الاولانيه نجم راني نغلطك كومبليتمون مانيش نهزك في الثنيه الصحيحه انت وصبرك يعني فوالا لازم تكمل الفيديو للاخر باش نجم تفهمها ولازم كي تتفرج فيا بمخك يا تونسي يا اسكت يا لساني كمل للاخر تتفرج فيا بمخك نبدا نقول تشبيهم علاش ما فهمنيش يا اخي تفرج باش هو يحب ما يفهمك يحب يتفرج فيا بعقليته مشكله غادي كي تتفرج فيا بعقليتك راك ما تفهمنيش كبير بعقليته بمخك باش تنجم تبدل انت باش تنجم تكون عندك درجه من الوعي جوستومون دو انا الحق ما نكذبش عليك فما فيديوهات ضربوا وكي ضربوا بيان سور يقول لك شنو لو بري ا بايي اليوم فما برشا معناتها اكثر فيديو حسيته لتوا ضرب من اول ما بديت ازارو ديلي ومن اول ما بديت ازارو ديلي الحقيقه والله هما برشا بالحقيقه فما برشا فيديوهات الفيديو ركزت معاه قلت علاش التوانسه يخموا هكا مثلا اما والله معناتها انا كي باش نمشي بالانسيانتي مثلا فما فيديو الحقيقه حسب لي روتور حتى نشوفها في الانتوراج نتاعي هي كي حكيت قلت لهم ما تعرسوش بالراجل مطلق سا بوكو بارلي وقت قلت انت يا طفله محليك بارك الله عليك tu es jeune tu es cultivé
انسانه عندك برشا حاجات في حياتك، علاش باش توفى حياتك مع راجل مطلق وخاصه يبدا عنده صغار، مطلق عنده صغار معناها بالحق، وعلاش يعاود في حياته هو اصلا فاشل. ومن بعد انا في اخر الفيديو قلت لهم معناتها حسيتوه كلامي وجعت قلبت انت يعني فوالا. وهني عمري ما حكيت على راجل مطلق، انا في الحقيقه حكيت على الكلام اللي يتقال للمراه المطلقه. فالعبيد فهموا من جانب واحد اللي انا نحكي على الراجل المطلق، عايز تحكي على المطلقين هكا شبيهم المطلقين، وخذيو جانب اخر اللي انا ضد المطلقين. هوني زادوا اكبر لي هما ما فهموش الفيديو، اللي هما ما يتفرجوش توصل كيما المطلقين كيما معناها اللي مش مطلقين كيما الناس اللي مازالت ما عرفتش. انا نشوكي اختيارات نوجع بالحق، نوجعك خاطر نحط صبعي على الجرح باش تنجم تفهم الكلام اللي انا قاعد نحكي فيه، وقديش الكلام يوجع، وقديش انا كي قلبت الادوار برشا عباد توجعوا. شجاعة كبيرة هذه. اكزاكتومون، شجاعة كبيرة. وقت اللي قلتها كريمون ما تعرفش براجل مطلق، واللي هو سنة غيانا فواغ هذيك ليدي نتاع الفيديو، خاطر ليدي نتاع الفيديو ماهوش غيالمون ما تعرفش براجل مطلق، هو انك لازمك انت تبدل عقليتك للمراه المطلقه، خاطر ماهيش فاشله وماهيش هو الفشل. تجربة ما نجحتش عادي، بالعكس هو بداية جديدة. سي فري كو هي ما تعرفش بيك الحقيقة، انت اللي تلقاك معناتها عندك التفكير هذا، هي بيان سور مش باش تعرف بيك، خاطر مش باش تعاود أغلاط أخرى. خاطر المرأة المطلقة هي المرأة الواعية، هي المرأة اللي خارجة من تجربة فاشلة بينها بها روحها توا. درس الصعيب مش باش تعاود من الجديد، صحيح ما تخسروش. فهمت دونك حبيت نبدل شويه العقليه. زاد فما وقت حكيت زاد على العيب كبير معناتها العبيد في رمضان، وهذا ديجا داخلين على رمضان وكل شيء، انكم تسالوا امراه تقول لها علاش انت فاطره، وش بيك فاطره، وتغزر لها غزره خايبه المراه هذيك الفاطره في رمضان. لا، من حقها انها تفطر في رمضان وتنجم تفطر في رمضان. ما قالولكش علاش ديما مساجاتك موجهه للرجال؟ شبيك عدو الرجال؟ شبيك ديما تنصح في الرجال؟ قالوا هيلي، اما انا كي تجي تحلل ديجا لو كونسيبت معناتها انت افهم ساعه الكونسيبت نتاع الفيديو. انا كي قلت راهو هي معناتها عيب انك انت تجي المراه تقول لها شبيك فاطره في رمضان، على خاطر من الجانب العلمي واضح ومن الجانب الديني واضح علاش هي فاطره في رمضان. فيا انسان ديجا انت كي تصوم راك تصوم الربي ديجا مش للعبيد، معناتها علاش تتقلق انت كي تراها هي فاطره؟ معناتها اسكو هو باش ينقص لك من حسناتك انت؟ فما حاجات كبرنا عليها، لازم نبدلوا شويه مسلمات كبرنا عليها. فما حاجات وقت هو رمضان راهو معناتها شهر عباده باش يعلمك الصبر جوستومون، فهمت، وما تتاثرش جوستومون، انت عندك قناعاتك، فهمت. دونك هذوما لي كونسيبت اللي انا خدمت عليهم في الفيديو نتاعي اللي شوكي ومن طون فيقوا برشا عباد ومن طون يعرفوا من داخل اللي عندي الحق. انا سمعت ازارو عدو الرجال، شنو رايك؟ ازارو عدو الرجال ليتيكيت تعرف بها برشا؟ اي انت اللي تكره الرجال، حتى في ساعات فما بعض العباد حتى في الانتوراج نتاعي يبدا يقول لي علاش انت تحكي هكا ودرا شنو وكل، وعلاش الراجل ديما اون كيستيون وكل شيء. انا نقول لهم يا ناس عمري ما حكيت على الراجل، راني عمري ما حكيت على الراجل، راني الوصف نتاعي في لي فيديو الكل عمري ما وصفت فيهم راجل جملة. أنا نحكي على الذكورية السامة، أنا نحكي على الفكر الذكوري في الفيديو متاعي كل نهاجم في الفكر الذكوري السام. أما عمري في حياتي ما حكيت على الراجل، خاطر الراجل باش يستنى فيه أنا شو باش نقول له يعمل، خاطر ديجا يعمل فيه ومانيش أنا باش نوعي رجال، معناتها راجل ديجا مسؤولية. راهو كلمة راجل ورجولية ماهيش الفحولية، وماهيش انك انت تسب اكثر معناتها انت راجل، وماهيش انك عندك شنبات انت راجل، لا، هي مسؤوليه نراها مسؤوليه. هي كل المراه اللي معك ما تخافش، هي كل المراه اللي معك بالرسمي تعرف عندها سند كبير. والفيديو ديجا الاخرانيه اللي تثبت فيها زاده ما شاء الله ديجا ديزاكتيفيتي كومونتير ما تنجموش تسبوني اكثر. كي حكيت فيها قلت كسرت فيها كونسيبت، هو يقول لك قلب الراجل معته ولا كرشه ولا شنو، هذه حميته طريق الى قلب الرجل معته. اي وهي غلطك، كسرت الكونسيبت هذيك كالعاده. انا جيت هنا باش نكسر لي كونسيبت الغالطين هذوما، هذيك امه تقول له الحاجه هذه وهي غلطه كومبليتمون.
هي قلب الراجل في مكتوبه، وقت اللي يعطي وقت اللي يصرف على المرأة اللي يحبها. هذا كلام كبير. على المرأة، على مرته، على حبيبته، وقت اللي هي اصلا ما تستحقش حتى باش تقول له، هو يسمعها بقلبه زايده. فهمت؟ حكيت فيه الموضوع هذا، معناتها على قد ما يصرف عليك راهو يحبك، معناتها فما حب راهو بيناتكم بالطبيعه. فهمت؟ هو ربي سبحانه كي قال الرجال قوامون على النساء بما انفقوا، ما اجبروش بالعكس، لكن ربي سبحانه خلق في القصه هذيك هو يجب ان ينفق على المراه اللي هي في كفاءته. امه اخته مش بالضروره مرته، امه اخته بنته، هو يحب ينفق على المراه اللي يحبها. الراجل هنا خاطبت الراجل، راني هنا خاطبت الراجل. فهمت؟ قلت الراجل، ما قلتش الذكر. الكورية اللي جاوني وقت يسبوا هما مش معنيين من في الفيديو يسير شان بعد بلوكيتهم. تاريخ مع الصباح، فما شجاعة وجرأة وفما كلام صحيح برشا. ومازال فما فيديوهات ما أتعس من هكا برشا، غير حضروا رواقهم. اسكت 20 مليون اسكت يا لساني باش يلبسوها العقلية، البسوها، امشيوا بها والبسوها. فوالا نقول لهم انا يلبسوها. انا مهدت لكم صينية استنوني يعني. هكا هاو فوالا. انا سان في بليزير الحقيقة. من بعد لو روتور نتاع العباد والناس من بعد وليت ناخذها بيان سور عندي جانب من المسؤولية كما قلت انت، خاطر على قد ما تكبر الكوميونيتي على قد ما عندك مسؤولية هنا. نعرف عزيزي برد لي على قلبي، دوك نستنى فيه باش يبرد لي على قلبي بالمواضيع نتاعو، مسؤولية. اكزاكتومون. دونك واحد بيان سور او ميم طون يحاول ديما يشوف شنو الحاجات اللي معناتها كي تحكي في حاجات معينة لازمك تعرف اللي انت ما لازمكش تجرح غيرك. فهمت؟ خاطر فما كلمات كي يتحطوا في سوجي معين ساعات يجرحوا، وهذه حاجة نراها حتى في الإعلام الحقيقة نراها. معناتها كي يحكي مع انفيتي ساعات فما حاجات اللي يقول تعرف ليه تمسو انت وقتاش باش تجيب صغير، بتتخيل ما تحبش تجيب صغير، علاش تحط فيها في السيتواسيون تاع وقتاش تجيب صغير ولا كل الكلام نتاعنا. فهمت؟ فما اسئله تجرح هذا، فما خطاب فلازم تختار الكلام بيان سور ميم طون باش تستعملوا كل شيء، ولكن عندك كونسيبت معين تو فو شوكي، اما باش تخرج حاجه باش تو فو شوكي وخليه شوكي يدوخ العبد هكا. فما فئة معينة تحب تجرح عزيز، ليه؟ تحب تجرح، تحب تحكي معك في موضوع تعرف اللي هو نجم يمسك شوية، نجم يغشك يحزنك شوية، هي تحب. علاش؟ تحب يا أما على خاطر عندها جرح فيها قاعدة تخرج فيه وقت اللي ترى العبد هذاك مجروح، لكن في أنفس بريئة كمان، وإلا لغاية متاع نسبة مشاهدات كيما نرجع حكيت الإعلام، نسبة مشاهدات، نسبة فيوز وذوكم السبونسورات والباد بوز اللي عانينا منه سنوات. تحب نبعد بيك شوي، شنو رايك في التيك توك والفلوس السهلة؟ اعطيني رايك كانفلونسور اليوم، ككرياتور دو كونتوني باغا. هو كراجل كبير ما نجمش نعطيك رايي خاطر في تيك توك مازلت قاعد مانيش نعمل في لايفات الحقيقه في تيك توك كيما العباد الاخرين ما شاء الله برشا لايفات وكل شيء، لكن حسب ما تسمع حسب ما تشوف اكيد راك تشوف. شنو رايك؟ الفلوس السهله كي تبدا فما فراها انفلونس خايبه تولي ليزي، هي سهله وما تدومش وزيد حتى تضرك من بعد. معناها شو رايك في اني انا نحل لايف غير كو باش ندخل فلوس باي طريقه، اضحك عليا، نحكي معك بطريقه خايبه، نحكي معك بطريقه لا اخلاقيه، نعمل كل شيء في اللايف هذيك غير كو باش ندخل فلوس باي طريقه كانت، اني انا يعني كمان نخيب في سمعتي او اني انا نطيح في قدري باش ندخل فلوس. شنو رايك؟ موجوده مش كيف في تونس، في العالم الكل موجوده في العالم الكل. اي سي ان فينومين اللي قاعد ينتشر برشا. انا نحط فضايحي قدامك ونخدم بهم، ندخل فلوس. انا اتوقع نشوف دي انفلونسور يخدموا بعروسيتهم، يخدموا بطلقاتهم، يخدموا بحاجات ساعات حتى فما حاجات نقعد باهت يعني كيفاش نجموا يخدموا حتى بالموت، وما فما عباد يوصلوا يخدموا بالموت، يخدموا تافهه. معناها فما برشا تافهه في عصر تافهه كما يقولوا بعض، فما عصر تاع تافهه تحسهم يحبوا يتغاوا بالتافهه هذيك، لكن والله لا تدومها ونهايتها عواقبها خايبه. تافهه خطيره. نلقاو ديك كي تبدا انت ماكش تو ني با كونسيون بالتافهه اللي انت قاعد تسير فيها، وانك انت حطيت روحك موضع للتسليه ولا كيفاش يسميوها
معناتها العباد تتمنيك عليك وانت عارف لي العباد تتمنيك عليك وعارف روحك اللي انت منيكة معناتها للعباد، راهم بعد العواقب باش تكون خايبة برشا. يعني باش تدخل فلوس مهما كانت انت انديريكتومون تشجع في المتنمرين. راهو ردوا بالكم، راهو فما برشا فيولونس قاعدة صايرة تو في السوشيال ميديا وغيره حتى في المكاتب وكل شيء. جرت انه المتنمرين يستسهلوها، يقول لك هو عامل جو على التنمر نتاعي، من خلينا نزيد نشويه اكثر ونزيد ونجم حتى يكون فما عنف زاد حتى في حياته معناتها المؤثر هذاك تلمو حتى روحه مانيكا للعباد. هرب من حاجه ينجم يكون سي فينومين. انا ما عندوش ثقه في روحه، مش متصالح مع روحه، هو قاعد يبسيلك في هذاك، لازمك ترد بالك. انت تدخل في فلوسها ما تعرض في حياتك للخطر. بيان سور يسومي اون كيسيون زاد شوي ويشوف العواقب نتاعها ويشوف انت نجم اي شخص يقابلك في الشارع نجم يسبك، نجم اللي يكتبها لك في كومنتير ما عجبتكش يقولها لك علنا وما تعجبكش زاده، اللي تحط في روحك في موضوع خايب ياسر، في مستقبل خايب ياسر. لا وقت اللي انت اصلا ما تنجمش تدافع على روحك على خاطر انت تعرف فيها فهمت. خاطر فما فرق ولي انا مثلا كي يسبني وانا نجم ندافع على روحي على خاطر عندي كونسيبت معين نوصل فيه وانت اوت اصلا الكونسيبت هذا. الحمد لله يا ربي معناتها انا في حياتي اليوميه عمري ما قابلت عباد يسبوني ولا بالعكس، انا العباد اللي قابلهم برشا حب برشا طاقه حب من بنات بالحق ما شاء الله عليهم، تلقاهم عندهم دي بروجي، تلقاهم دي بزنس وومن ما محليهم معناها يفهموا لي ميساج مزيان. دونك انت وشني الكوميونيتي اللي باش تخلقها ومن بعد تو دوا اسومي بعد لي كونسيكونس. كان باش تخلق وحوش هذاك هما الوحوش يوصلوك للحبس، يوصلوك للعنف، يوصلوك لبرشا حاجات خايبه. دونك فوالا دو تو دوا المادة تحكم، شجعوا كل مادة تحكم الكونتوني يعني تقصد مم حتى في المجتمع ولا تنجيب فلوس بأي طريقة يعني تقصد الفلوس المجتمعات الكل اي اللي باش يتنفس كان فلوس ويعبد كان فلوس يولي لو لكن اللي ريزو سوسيو هي البيت نتاعها انك تدخل فلوس باي طريقه كان تلبس كيما فلانه تدخل فلوس، لكن زاد الفلوس هذيك لازم تعرف كيفاش تدخلها، ما تدخلهاش من وجيعتك ولا من حتى ناحيتك في خطر ولا بالحق معناتها سي جراف. خاطر الفلوس هذيك بعد ترجع ضدك. مستحقين دروس كيما هكا، اللي يحب يعمل كونتوني يلزم فما دروس كيما هكا كيفاش تعمل دي كونتوني باحترام. بيان سور خلي روحك في امان زاد. اقرا عليه الكونتوني، اقرا على الكرياسيون دو كونتوني توا ولاو يتقراو معناتها في لي فاكولتي وغيره، معناتها ادخل تخصص باش تنجم تفهم العالم هذا. انا تخصصت فيه باش نجم نفهمه اكثر، باش ما يضحكش عليا ولا معناها. وانت شنو توجهاتك من الاخر معناها شنو اللي انت كيفاش ترى روحك؟ انا نرى روحي فكره مثلا، كونتوني نتاعي فكره ومجموعه افكار. هاك علاش لا نقول انا جو سوي انفلونسور انفلونسي في العباد وعندي الحقائق المطلقه؟ لا، الفكره تنجم تتناقش. انا فكره موجوده في كل شخص، موجوده في كل تونسي، حتى كان ممكن مازال يلوج عليه، ممكن مخبيها في داخله، لكن انا الفكره اللي قلتها واللي بنيتها واللي بنينا منها برشا حاجات معناها باش نجمنا فهمنا حياتنا من بعد وطريقنا في الحياه وكل. نبالي في بودكاست أجيال عزارو ديل شو تحب تقول للي جون اعطيو ثقة في رواحكم وما تخليو حتى حد يحدلكم حياتكم، كل واحد وقصته ولون حياتكم بألوانكم انتوما مش بألوانهم هما، على خاطر كل شخص راه باش يغزر لك بالتجربة متاعو، لكن انت عندك تجربتك الخاصة وما تخليش روحك بعد تكون كيما مسيو مدام تو الموند. ديما الكونسيبت هذا يخوفني، بارمي لي كونسيبت اللي يخوفني هو انك تكون كيما فلانه وفلتانه وكوبي وانسان معناتها من بعد كي تتوفى وتمشي من الحياه هذه يقول ولا كاين فما شخص كاين شخص اللي يعمل وعمل 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 وكان وعمل وقال هكا وعمل هكا، مش جست هي تفكروا ذاك اللي كان يخدم درسنا الله يرحمه كاين نجم يعمل الخير. انا ما نحب نقول كاين فما عزيز اللي عمل وعمل وقال وكان فكره وفكرته هو هكا وهكا فوالا. دونك هذا اللي نجم نقولوا لليش. مرحبا بك عزيز، نورتنا برشا بودكاست اجيال. كان هذا اسكت يا لساني ازارو ديلي، مساج جديده للاجيال اليوم. مرحبا بكم.